السلام عليكم متابعين قناة الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد وغسالة جديدة. الغسالة تاعنا اللي نهار اليوم راح تكون لي زامبورغر أو خبز لي زامبورغر. إذا بدون إطالة راح نمر للمقادير اللي هي كاس ونص حليب، نص كاس زيت، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، وملعقة صغيرة ملح، وبيض حبة بيض، والفرينة باش نلمو العجينة تاعنا بالطبع. إذا نمروا للخليط. راح نديو الحليب تاعنا نفرغوه في الريسيبيون تاعنا. للتذكير الحليب راح يكون دافي من اجل تفاعل الخميره. نفرغوا الحليب تاعنا، نضيفوا الخميره الكيميائيه. اشاره برك الخميره ماشي الكيميائيه، خميره الخبز. للاشاره برك الخميره الخبز تتفاعل كي تتشمخ، والخميره الكيميائيه تتفاعل كي تكون كاينه حراره. اذا نضيفوا ملعقه تاع السكر ونخلطوا الخليط تاعنا ونتركه يتفاعل لمدة 10 دقائق ولا مام با. نخلوه يتفاعل هكذا، نخلطوه بيان باش تتفاعل الخميرة تاعنا مع الحليب الدافئ. بعد ما خمرت الخميرة تاعنا هاي كما راكم تشوفوا فيها هكذا، هاي تفاعلت بيان. نمروا لبقية الخليط. راح نضيفوا نصف كاس تاع الزيت اللي كنا هضرنا عليه، نضيفوا الملعقة صغيرة تاع الملح، نضيفوا بياض الحبة تاع البيض، ونقعد نخلطه في الخليط تاعنا حتى تتخلط فيه كاع المقادير هذو اللي درناهم. ونمروا نضيفوا الفارينه بشوي تدريجيا. اذا احنا نورمالمون الفارينه تاعنا هي 3 كيسان ونص بالتقريب، بصح كل فارينه وكيفاش تتشرب. اذا نفرغوا 2 كيسان في الديبي، نفرغوا 2 كيسان تاع فارينه هكذا، نعمروا كاس دوزيام. نفرغوا هادو 2 كيسان ونقعدوا نخلطوا باللاسباتول هكذا. اذا نخلطوا الخليط تاعنا هكذا بيان، ونخلطوا مليح الفارينه باش ما ديرناش هذوك لي غيمو، نخلطوها طري بيان هكذا. نحاولوا نضربوها كشغل بلا سباتول. ومن بعد الكاس ونص اللي يبقاو نضيفوهم بالعقل. نضيفوا اول كاس ونخلطوا بيدنا بيان سور. هكذا نضيفوا الكاس الثالث، نخلطوا بيدنا حتى يدخل كاع الفارينه تاعنا في الخليط. وفي نفس الوقت نعمر نصف الكاس الباقي تاعي هكذا. وعلى حساب كي راني نخلط بيدي راني نشوف باللي الكاس هذاك النص كاس راح نفرغوه كامل، يعني لما العجينه تاعي مازالت جاريه. اذا نضيف النص كاس كامل هكذا. نحاولوا نلمو كاع الفارينه اللي في الريسيبيون تاعنا، نخلطو تري بيان. وهكذا وانا نخلط ونلم في الفارينه كامل اللي راهي في الريسيبيون تاعي، ومع ذلك راني نشوف بلي العجينه تاعي مازالت محتاجه فارينه. اذا بعد ما مسيتها لقيتها مازالها شويه تتلاصق، نضيفوا الفارينه تاعنا بالملعقه وحده وحده ونقعدوا نخلطوا فيها حتى نشوفوا لا كونسيستونس اللي هي اللي رانا حابينها حنايا. اذا نقعد هكذا نخلط بالعقل هكذا كيما راكم تشوفوا فيا. نحبس نعاود نرجع لكم بعد ما نلمها هكذا. كي لميتها هذه هي لا كونسيستونس تاعها كيما راكم تشوفوا فيها. نعجنها غير شويه، نلمها وحده وحده بيدي، مش نعجنهاش حتى دير هذاك العلك كيما يقولوا هكذا وحده وحده. نعاود نرفدها نحطها في لو ريسيبيون تاعي هكذا كيما راكم تشوفوا. شوفوا لا كونسيستونس تاعها كيفاش دايره. نعاود نرجعها في لو ريسيبيون تاعي، نحطها على جنب على درجة حرارة الغرفة. نغطي لو ريسيبيون تاعي بفوطة نقية، نخليها
واحد 10 دقائق 4 ساعات تنفخ ونرجع لكم. اذا هكذا بعد ما انتفخت، هذه هي العجينه تاعي. نحطوها سور لو بلون دو طرافاي، نديغازيوها غير شويه برك هكذا كيما راكم تشوفوا فيا. نحطوها ونقطعوها بان كوبات ل8 قطع. راح نديرو 8 خبزات تاع همبرجر كيما راكم تشوفوا فيا. هكذا نقطع فيها، قطع اول نصف ل4 قطع وثاني نصف ل4 قطع كيف كيف هكذا. هكذا نقطعوهم. هادو هما الكورية تاعي كيما تشوفوا، 1 2 3 4 حتى ل8، ونبدا نكور فيهم كيما راكم تشوفوا فيا ندير، ونحطوهم في السنيوه تاعنا اللي نكونوا درنا فيها لو بابي كويسون باش ما تلصقش. هكذا نكور ثاني كورية، نحطها شويه بعيده على الاخرى بما انه عندنا خميره. ثالث كورية نكمل كاع العجينه تاعي، نكورها ونحطها في السنيوه تاعي ونرجع لكم. هكذا بعد ما كورت كاع العجينه تاعي هامليك اون فين كونت انا داروا لي 9 باسكو شفت بلي الحبات كبار، نقصت شويه درت 9 حبات تاع قصدي 9 خبزات تاع همبرجر. نغطيهم بطرف ونخلوهم يزيدوا ينتفخوا شويه. هكذا بعد ما نتفخوا ناخذوا صفر الحبه تاع البيض اللي كان بقى لنا من الاول، نزيدوا عليه شويه حليب نخلطوه باش يروح لنا هذيك ريحه البيض، ونديروه كاع فوق الكريات هذو تاوعنا. هكذا ندوغيوهم كامل. كيما راكم تشوفوا فيا هكذا نفوت على كاع الحبات، ندير لهم صفر البيض من الفوق. و اونتر طون انا نكون وجدت الفوغ تاعي على درجه حراره 200 او 220 درجه مئويه. انا الفوغ تاعي يشعل من الفوق ومن التحت اونصامبل، انا نشعلهم من الفوق ومن التحت ودايره لو فونتيلاتور. اللي الفوغ تاعو ما يشعلش من الفوق ومن التحت، يشعل كل واحد وحده، يديرهم يطيبوا من التحت يعسهم، ويعاود كي يطيبوا يطفي ويدير من الفوق. اذا بعد ما دوريت كاع الحبات تاع الهمبرجر تاعي، نضيف لهم الجلجلان من الفوق. هكا نشبعهم بالجلجلان هكذا نفوت عليهم كامل باش نضمنوا باش ينتفخونا ويطيبوا مليح في الفوق. لازم نكونوا مسخنينهم قبل، يعني غير تبداو ديروا الحبه تاع الهمبرجر تاعكم البيض تكونوا ديجا شعلتوا له فوق وخليتوه يسخن. هكذا نكمل ندير لهم كامل الجلجلان هكذا كما راكم تشوفوا. كمل اخر حبه وندي السنيوه تاعي مباشره نديرها في الفوغ. نرجع لكم بعد ما يطيبوا. اذا بعد ما طبوا حبات الهمبرجر تاعنا كيما راكم تشوفوا فيهم هكذا، نجيبوا طرف قماش يكون نقي، نشمخوه شويه، ندوه ماشي نشمخوه غير يكون مندي برك، ونحطوهم فوقهم وهما هكاك سخونين باش يقعدوا طريين. اذا هذه هي النتيجه تاعنا تاع لي زومبرغر تاعنا، راكم تشوفوا طريين واللي مستقيه اكثر. راح نحل لكم حبه باش تشوفوها من الداخل كيفاش جات. فوالا هاي ليك مازالها سخونه، راكم تشوفوا فيها جات طريه وروعه روعه اسفنجيه لواحد الدرجه ما تتوقعوهاش. اذا هذه هي النتيجه النهائيه. نتمنى لكم شهيه طيبه، شهيتكم في الجنه. ما تنساوليش اللايك والشير ودعمي في القناه. الدعم تاعكم هو بمثابه تشجيع ليا باش نكمل فواش راني ندير. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير في فيديو جديد ان شاء الله. الى الملتقى ان شاء الله. بقاو على خير.